النهاردة هنكمل باقي الحواوشي. بجيب بقى الكرة اللي انا عملتها سبتها تريح 10 دقايق، وبعد كده بقى بفردها. كل رغيف مدور بياخد كورتين من دي، واذا رغيف نص بياخد كرة واحدة. بفرد الرغيف كده، بيبقى حوالي اقل من نص سنتي بالشكل ده. وتقدري طبعا تعملي المقاس اللي انت حباه. بجيب بقى اللحمة بتاعتي اللي انا تبلتها معاكم في الفيديو اللي قبل ده، وبعد كده بفردها في الرغيف. بجيب بقى هنا لو عايزة فلفل حراق بحط بقى في اللحمة كده، اللي عايز بحط له. وهنا عندي جبنة موتزاريلا وشيدر بحطها برضو كده، بتدي طعم جميل بس هي مش أساسية. وقفلته بالشكل ده. وطبعا بدهن وشه زيت لو مش هحط وش بيتزا، بعمل له فتحة صغيرة في النص، وبدخله الفرن على درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص لحد ما ياخد لون من تحت. وبعد كده بقيت له الشواية. وهنا ده سادة من غير وش بيتزا. لو انا عايزاه مقرمش ما بقى ما لما بخرجه من الفرن ما بحطوش فوق بعضه واغطيه. لو انا عايزاه طري بحطه فوق بعضه عشان يطرى معايا، وهيبقى بالشكل ده.